كيبدي الفيلم مع جيمي وصاحبو لويس هما كيكونوا في الطوموبيل، وكنعرفوا من الهضره ديالهم انهم ماشيين ينفذوا واحد العمليه ديال القتل لواحد خونا مأجرهم، وكيوصلوا للفندق اللي فيه داك خونا اللي المفروض انهم غادي يقتلوه، وكيقولوا له بلي انهم هو بوليس وكيدخلوا له لذاك الغرفه ديالو. وفجاه لويس كيجبد المسدس ديالو وكيضرب واحد جوج ضربات وكيقتلو. كيدخل جيمي يتاكد واش كاين معاه شي واحد اخر، وكيتفاجئ لويس ان هذاك خونا اللي ضربو بالرصاص مازال عايش، وكيهجم عليه وكان كيحاول انه يقتلو. منين جيم كيسمع الصوت كيخرج وكيضربو بواحد الرصاصه وكيقتلو قبل ما يقتل لويس. وملي كيكملوا المهمه ديالهم كيمشيو لواحد القهوه وكيمشي جيمي للطواليت وكيخلي لويس. وفي ديك القهوه اللي كيكونوا فيها كنشوف واحد خونا سميتو كيغن واللي كيكون تما باش يراقب لويس وجيمي. ملي كيشوف لويس بوحدو كيمشي تما وكيقتلو بدون ما يشوفوا حتى شي واحد، وكيمشي لجيمي باش يقتلو حتى هو، ولان جيمي قدم في المجال فدغيا كياخذ باله منه وكيضرب كيغن وكيطيحو وكيجبد السلاح ديالو كيكون باغي يقتلو، ولكن كيغن كيقدر انه يهرب منه. وكيمشي جيمي باش يشوف لويس ولكن كيلقاه صافي الوقت داز ومات، فكياخذ داك الموس ديالو وكيمشي من تما بسرعه. وفي النهار الاخر كنشوفوا واحد المحامي سميتو تايلور وكيكون راكب في واحد الطاكسي، وكيكون يهضر مع واحد الضابط واحد اخر وكيطلب منه باش انه يعاونو يحل واحد الجريمه ديال القتل. وكيمشي للمركز ديال الشرطه وكيتلاقى تما مع الملازم ليبرون، وكيمشي معاه للمشرحه وكيوري له الجثه ديال داك خونا اللي تقتل. وكيبان بلي ان هذاك اللي قتلو جيمي كان ضابط وكان صاحب تايلور في نفس المركز، ولكنه كان تطرد من الشرطه هذه 6 شهور لانهم اكتشفوا الفساد ديالو. وكيشوف في المشرحه الجثه ديال لويس، وكيشوف واحد المحقق واحد اخر سميتو بران وقال له بلي ان هذا راه قاتل مأجور. فكيحس تايلور بلي ان كاينه شي علاقه بين هاد الجريمتين، وكيتصل بالمركز ديال الشرطه ديالو وكيطلب منهم معلومات على لويس، وكيعرف من المعلومات ديالو بلي ان الشريك ديال لويس هو جيمي. وهذيك اللي كتهضر معاه كتصيفط له كاع المعلومات على جيمي حتى الرقم ديال التليفون ديالو كتصيفطوا له. وكيقول لبران وليبرون بداك الشيء اللي وصل له، وكيطلب منهم باش انهم يساعدوه، وقال لهم غالبا ان السبب ديال الموت ديال هادو بجوج هو واحد، ولكن كيرفضوا انهم يتعاونوا معاه لانه كيكون واحد المركز واحد اخر، وكياخذوا منه السلاح ديالو بحجه انه ما عندوش الترخيص باش يهزوا معاه في هذه المدينه هذه. ومنين كيخرج من عندهم كيتصل بجيمي وقال له بلي ان داك خونا اللي قتلته كان ضابط وسميتو غريلي، وقال له بلي ان الموت ديال صاحبو لويس عنده علاقه بالموضوع، وكيطلب منه باش انه يتلاقى من بعد 3 ساعات في واحد المكان معين. وفكر جيمي في هاد الهضره هادي هو كان هز مع الموس ديال لويس، وقرر انه يمشي يتلاقى مع تايلور باش يعرف المعلومات اللي عنده. وتما تايلور كيعرض عليه باش انهم يتعاونوا مع بعضياتهم، وقال له انه ما مهتمش باش انه يشد عليه، وقال له فقط باغي يعرف شكون هو اللي استاجره باش انه يقتل غريلي. وقال له تما يقدروا انهم يشدوهم وهو يقدر ينتقم لصاحبو لويس، ولكن جيمي كيقاطع وقال له بلي انه ما كيخدمش مع البوليس، وكيخلي له تايلور الكارت ديالو باش انه الا غير الراي ديالو يتصل به. ومنين كيخرج تايلور من تما كيلاحظ بلي ان جوج كيراقبوه، وبدا كيحاول انه يهرب منهم وسط الناس، ولكنهم كيشوفوه وكيبداو يطاردوه. وكيوصل لواحد الباركينغ وتايلور كيهجم على واحد فيهم وكيقدر ياخذ منه السلاح ديالو من بعد ما قتلو، وكيتصدم ملي كيعرف بلي انهم ضباط ديال الشرطه. ومن بعد داكشي كيجي واحد اخر وكيضربو برصاصه لكتفو، وكان كيحاول جيمي يقتلو ولكن السلاح ديالو كان خوا، ولكن لحسن الحظ ديالو كيجي جيمي ينقذو في اخر لحظه. وملي كيدخل تايلور للطوموبيل ديال جيمي كان كيحاول انه يشدو، ولكن جيمي قال له ان البوليس ملي غادي يوصل لهاد البلاصه غادي يلقاو القاتل ديال صحابهم، وقال له غالبا غادي يكونوا فاسدين بحالهم، يا غادي يشدوك او غادي يقتلوك، وقال له من الافضل ديالك انك تنزل السلاح ديالك وتمشي معايا باش نعالجك. وكيقتنع تايلور بالكلام ديالو وكينزل السلاح ديالو وكيقرر انه غادي يمشي معاه. وكيوقف جيمي قدام واحد المحل كيدير داكشي ديال الوشوم، وكيخرج جيمي من الطوموبيله وكيدخل لذاك المحل، ولان تايلور مازال ما كاش كيثيق فيه كيخويلو السلاح ديالو من الرصاص. وفي هذا المحل هذا كيتلقى جيمي مع وحده سميتها ليزا، ومن الهضره ديالو كنعرفوا بلي ان هذه بنته ما شافاش هذه مده طويله، وكيطلب منها باش انها تعالج تايلور وتخرج له الرصاصه من كتافو. وكيطلع لها الدم لان مده ما هضر معاها، ومن يرجع يهضر معاها جاب لها مشكله، ولكن واخا هكا كتوافق وكتخرج الرصاصه من الكتاف ديال تايلور. وكنمشيو لكيغن وكيكون تلاقى مع داك خونا اللي اجرو باش يقتل جيمي ولويس، هما بجوج بهم سميتهم ماركوس وموريل. ومن هضرتهم كنعرفوا بلي ان هما اللي اجروا جيمي ولويس باش يقتلوا غريلي. كيكلفوا كينغي بواحد المهمه واحده اخرى، وهي انه يلقاو واحد الورق كتثبت الفساد ديالهم، وايضا يقتل هذاك خونا اللي عنده هذا الورق. وكيغن كيمشي لهاد البلاصه اللي قالوا له عليها، ومني كيدخل تما كيقتل كلشي اللي كاينين تما، وكيخلي واحد باش يفتح له الخزنه، ومن بعد كيقتلو حتى هو. وبالفعل كيلقى الورق وكياخذهم وكيمشي، ولكن قبل ما يخرج من تما كيقتل اي واحد كيتلاقاه في طريقه، وكيدي الورق الموريل اللي كيكون عاجبها الخدمه ديالو بزاف. ومنين كيخرج جيمي وتايلور من عند ليزا كيقرروا انهم غادي يتعاونوا مع بعضياتهم. جيمي قال لتايلور ان هذاك اللي كلفني باش نقتل غريني سميتو روني، وقال له بلي انه حاول انه يقلب عليه باش يقتلو ولكن ما لقاش. فكيتصل تايلور بالمركز ديالو باش يعطيو له معلومات عليه، وتما كيعرف كاع المعلومات على هذا اللي سميتو روني، وكيعرف اخر بلاصه خدم فيها الفيزا ديالو. وتما جيمي كيعرف بالضبط هو فين كاين، وكيمشي جيمي بالطوموبيل لذاك البلاصه كيقول لتايلور خليني انا نتصرف. وكيدخل جيمي لذاك البلاصه وكيتفاجئ روني ملي كيلقاه واقف موراه، وكيسولو جيمي علاش انه اتصل به باش كلفو يقتل غريني. وقال له روني انه ما كيعرف حتى شي حاجه، وقال له انه غادي يساعدو باش ينتقم من لويس. وكيمشي يلبس الكسوه ديالو ولكن كيجبد السلاح وكيحاول انه يقتل جيمي، ولكن المفاجاه جيمي كان عارف ان هادشي غادي يوقع.
وكان خوى السلاح ديالو من الرصاص منين دخل لعندو، وبقى كيضحك عليه حيت ما عرفش ان السلاح خاوي من الرصاص من الوزن ديالو. فاضطروني يقول له ان هذاك خونا اللي كلفو باش يقتل غريني سميتو ماركوس، وعطى له معلومات باش انه يقدر يوصل له. وكيجبد جيمي السلاح ديالو كان باغي يقتلو، ولكن حتى هو كيتقولب وما كيحسش بالوزن ديال المسدس وما كيكونش فيه الرصاص لان تيلور كان خواه من الرصاص في الطوموبيل. فكيستغل روني الفرصه وكيهجم عليه وكان كيحاول انه يقتلو، ولكن جيمي كيقدر يضربو وكيهز داك الرصاص وكيديرو في داك السلاح ديالو وكيقتلو. منين كيخرج كيلقى تيلور جاي لعندو من يسمع الصوت ديال الرصاص، ولكن جيمي كيضرب واحد الضربه على كرشو لانه كان طالع له الدم منه. وهادشي عرف بلي انه هو اللي خوالو السلاح من الرصاص وكان غادي يتسبب في الموت ديالو، وقال له باش يبعد عليه وما غاديش يعاود يخدم معاه مره اخرى. ولكن تيلور كيعتذر له وقال له باش انهم خصهم يتعاونوا، وقال له انه دغيا غادي يقدر انه يوصل لذاك الناس اللي كيقلب عليهم فقط بالتليفون ديالو. وجيمي كيقتنع وكيمشيو يركبوا في الطوموبيل، وقال له على السميه اللي عرفها من روني واللي سميتو ماركوس بابتيست. وكالعاده تايلور كيعرف كاع المعلومات عليه والبلاصه اللي عايش فيها، وجيمي كيكون مبهور بهذه الكميه ديال المعلومات اللي كاينه على التليفون ديال تايلور. ملي كيوصل للقصر ديال ماركوس كيلقاوه داير واحد الحفله تنكريه، حتى هما كيلبسوا الماسكات وكيدخلوا للحفله. وبالفعل كيشوفوا ماركوس لداخل ديال الحفله، وكيلاحظ جيمي بان كيغان حتى هو كاين تما. وكيمشي جيمي ورا ماركوس وكيضربوا حتى كيغيب، وكيهزوه هو وتيلور وكيخرجوه من واحد الباب وكيديروا في الطوموبيل وكياخذوه لواحد البلاصه باش انهم يستجوبوه. ولكن هو كيفيق وبدا كيضرب فيهم وكانوا غادي يتقلبوا بالطوموبيل، ولكن جيمي كيضربو وكيخليه يغيب مره اخرى. وفي الدار ديال ماركوس موريل كيكون عارف بلي ان ماركوس تخطف، وكيبان بلي ان المحقق براون فاسد وخدام معاهم، وقال لهم انهم غادي يقدروا يوصلوا لماركوس عن طريق التليفون ديالو، وهادشي لانه داير واحد الشريحه ديال التتبع في التليفون ديالو. وموريل قال لكيكين باش انه يقتل هذوك الجوج اللي خطفوه، قال له اي حاجه واحده اخرى ماشي مهمه واخا حتى ماركوس يموت. وفي البيت ديال البحيره كنشوفوا ماركوس مربوط وهما كيستجوبوه، وكيبدي معاه تيلور في الاول بدون ما يهددوه، وبدا كيسولو على العلاقه ديالو بروني اللي مات. فماركوس كينكر اصلا انه كيعرفو وكيهددهم انه غادي يقتلهم لو كان ما يخليوهش يمشي. فجيمي كيطلع له الدم وكيضربو بواحد البندقيه، وتما ماركوس كيعترف بكل حاجه، وقال لهم بلي انهم هما اللي استاجروا كيكن باش يقتلهم من بعد ما قتلوا غريلي، وقال لهم بلي ان اللي امر بهادشي كلشي واحد خونا سميتو موريل، وقال لهم بلي انه هو اللي كيتحكم في كل حاجه بسبب الفلوس اللي عنده، ولانه كان خايف بلي ان جيمي يقدر يقتلو. قال لهم بلي انه كاينه واحد السلسله على الرقبه ديالو فيها واحد الفلاشه فيها كاع المعلومات على موريل والحسابات ديالو وكاع دوك الناس اللي خدامين معاه، واللي كتثبت التورط ديال الضباط ديال الشرطه وديال القضاه وديال المحامين معاه. ولكن واخا هكاك خونا بدا كيهددهم بلي انه غادي يقتلهم، وتما جيمي كيتعصب عليه وكيضربو بواحد الرصاصه للراس وكيجيبو فاس دوس. من بعد واحد شويه كيكون وصل لتما هو الرجال ديالو، وبداو كيضربوا عليهم بالرصاص باش يقتلوهم. جيمي وتايلور قدروا انهم يدخلوا للماء بسرعه وكيخرجوا في الناحيه الاخرى من البحيره بعيد على داك البيت، وكيبان بلي ان جيمي كان داير حسابه لهاد اللحظه هذه وكان فخ الدار كامله. ومنين شافهم صافي كلشي يدخلوا لداخل ديال الدار كيفجروا، ومنين كيمشيو من تما كيبان بلي ان كيكن باقي عايش وما ماتش من هذا الانفجار. من بعد هادشي كيمشي جيمي وتايلور للدار ديال ليزا، وتما تايلور كيستعمل داك البيسي ديالها باش يشوف المعلومات اللي كاينه على هاد الفلاشه، وكيلقى بزاف ديال المعلومات على هاد خونا اللي سميتو موريل. وتما كيخرجوا كيركبوا في الطوموبيله وكيبداو يهضروا على المرحله الجايه اللي غادي يديروها. فقال له تايلور انه غادي يتلاقى مع الملازم ليبرون، وقال له بلي انه غادي يقول له كل حاجه على داكشي اللي عرفوها باش انه يساعدهم، وتما غادي يقدروا يشدوا مولير وكاع دوك اللي خدامين معاه. ولكن جيمي ما كيوافقلوش على الهضره ديالو، وقال له المفروض انهم يقتلوا مورير وكاع دوك اللي خدامين معاه. ولكن هاد الهضره هذه ما كتعجبش تايلور لانه هو باغي يشدهم، وكيهز السلاح ديالو على جيمي وقال له صافي انت راك مقبوض عليك. حتى جيمي كيهز السلاح ديالو عليه وقال له انت راك مطرود من الطوموبيل، وقال له كل واحد فينا يخدم راسو. وكنمشيو لمورير وكيكون يهضر مع براون، وقال له عرف بلي ان جيمي هو اللي دار لهم هاد المشاكل كامله، وقال له راني عرفت بلي ان جيمي عنده واحد البنت وراني قلت كاع المعلومات لكيغين باش يمشي يخطفها. وبالفعل كيغين كيمشي للمحل ديالها، ودوك اللي خدامين مع ليزا في المحل كانوا يحاولوا انهم يدافعوا عليها، ولكن كيغين قدر انه يضربهم ويغلبهم وكيخطف ليزا وكيمشي. وكنشوفوا تايلور واقف في واحد البلاصه وكيتسنى ليبرون يجي عنده، وكيوصل ليبرون تما وكيركب معاه تايلور الطوموبيل وكيقول له كاع داك المعلومات اللي عارفهم. وكيتصدم تايلور من يبدا ليبرون كيهددو وعرفوا بلي تما حتى هو راه فاسد. ولكن لحسن الحظ ديالو جيمي كان مراقبو حيت كان عارف ان هادشي غادي يوقع، على داكشي بغا يثبت له بلي ان الطريقه ديالو راها غلطه. وبالفعل كيقدر ينقذو ثاني مره قبل ما يموت. ملي كيكونوا راكبين في الطوموبيل وغاديين في الطريق التليفون ديال جيمي كيصوني، وكيبان بلي ان كيكن هو اللي كيصوني عليه وقال له بلي انه راه خاطف بنته، وكيهددو انه غادي يقتلها لو كان ما يدوش داك الفلاشه اللي خداها على ماركوس. فكيقول له جيمي انا موافق وغادي نجيب لك الفلاشه، وقال له كيكن على داك البلاصه اللي غادي يتلاقاه فيها، قال له باش انه يجيب له اسلحه وما يجيب مع حتى شي واحد. وبالفعل جيمي كيوصل لداك البلاصه اللي قال له عليها، وكيفتشوه الحراس قبل ما يتلاقى مع كيكن. في نفس الوقت تايلور كيكون دخل من واحد البلاصه واحده اخرى وهما ما كيكونوش شافوه، وكيطلع جيمي الفوق باش انه يتلاقى مع كيكن. ولكن كيتفاجئ ملي كيتلاقى موريل وبراون تما، وكيسولو موريل على البلاصه ديال شريكو تايلور، وقال له جيمي انه ما مهتمش بيه وما كيتعاملش مع الشرطه، وطلب منه $5 مليون وغادي يقتل له تايلور. فقال له موريل انا غادي نعطيك الربع في المقابل انك تهنيني منه. وكيامر كيكن باش انه يجيب له ليزا ويعطيها لجيمي، وكيعطي جيمي لموريل الفلاشه، وبالفعل كيسلموا له ليزا.
وقال له موريل باش انه يسالي مع الموضوع ديال تايلور بسرعه، وكيمشي جيمي مع ليزا باش يخرجها من تما بسرعه. وتايلور كيكون وصل لموريل وهذوك اللي معاه وكيبدا يصورهم، وتما كيبان بلي ان كيغن طلع له الدم من موريل حيت اجر جيمي، وكيطلب منه باش انه يعطي له نفس الفلوس اللي عطاه جيمي. فكيرفض موريل وتما كينقلب عليهم كيغن وكيجبد السلاح ديالو وكيقتل براون وكيرجع لموريل، كياخذ معاه الفلاشه وكاع داك الورق المهمين، وكينزل وكيبدا يقتل كاع داك الحراس ديال موريل. وحتى تايلور كيبدا يقتل في داك الحراس باش انه يقدر يوصل لكيغن وداك الورق اللي عنده. وجيمي كيخبي ليزا في واحد البلاصه حيت غادي تبدي دابا واحد المعركه، وكيفجر الطوموبيله ديالو وكيتخلص من داك الثلاثه ديال الحراس اللي كاينين في الباب. وكيشوف كيغن هو هارب وكيمشي يتابعو باش انه يشدوه، وكيرميو السلاحات ديالهم وكيقول له كيغن باش انهم يستعملوا الشواقر، وكيتبدي بيناتهم المعركه وجوجهم كيكونوا مستويين في القوه. حتى كيقدر كيغن يهرس الشاقور ديال جيمي، ولكن جيمي كيشد داك الشاقور وكيغرسو له في رجلو، وكيجبد داك الموس ديال لويس وكيضربو للرقبه. ولكن هادشي هذا ما كيكونش كافي باش انه يقدر يقتل كيغن، وكيغن صافي كان غادي يقتل جيمي، ولكن كيدخل تايلور وكيقتل كيغن، وهاد المره هو اللي كينقذ جيمي. تايلور قال لجيمي بلي انه ما غاديش يخليه يمشي، وبلي ان الشرطه غادي تحقق معاه في الموضوع، وقال له بلي انهم غادي يعرفوا بلي انهم كانوا خدامين مع بعض. كيجي جيمي واحد السلاح من الارض وكيضرب واحد الرصاصه لكتافو، وقال له باش تعاود لهم هاد القصه هذه باش انا ما نتورطش مع الشرطه. وقال له هي انه قتل موريل والمساعدين ديالو، منين جا باش يشد جيمي ضربوا برصاصه وهرب. بالفعل كيتفقوا على هاد الخطه هذه وكيخليه جيمي وكيمشي، ولكن ليزا كتبقى معاه باش انها تطمئن عليه. من بعد ما كدوز 6 ديال الاسابيع كنشوفوا تايلور تلاقى مع جيمي، وقال له تايلور ما غاديش نطردك بسبب الجرائم ديالك اللي دازو، ولكن كيحذروا انه الا دار شي حاجه في المستقبل فراه غادي يشد عليه. ولكن الهضره ديالو ما كتشكل حتى شي فارق قدام جيمي، وكيخليه وكيمشي. وكيكمل الفيلم ملي جيمي كيركب في الطوموبيل ديالو وكيمشي باش ينفذ واحد المهمه جديده. وبهكا كيسالي هذا الفيلم هذا. والدراري وصلتونا ما تنساوش تشتركوا في القناه ونشوفوا فيلم واحد اخر جديد. الى اللقاء.